يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي ومتابعيني الغاليين، اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. متابعيني الجداد اللي اول مرة بيشاهدوني واول مرة بيتعرفوا عليا، نورتوا القناة او نورتوا الصفحة، يعني زي ما بتتابعوا يا بنات. بجد دخولكم القناة ودخولكم على الفيديو بتاعي اسعدني جدا. ربنا يخليكم ليا يا رب كده ويديمكم نعمة في حياتي. متابعيني بقى اللي بيتابعوني بقالهم فترة، حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا، ولا من دعمكم ولا من سندكم ليا، وقفتكم الحلوة جنبي اللي ب100 راجل. في كل فيديو بتثبتولي ان انتوا فعلا كلكم ب100 راجل، فربنا كده يديمكم نعمة في حياتي. كلكم بقى دلوقتي هتحطوا لايك للفيديو زي ما عودتوني كده، هتحطوا اللايك وتنزلوا في التعليقات تكتبوا لي تعليقات كتير عشان بقى ايه الفيديو بتاعي يترفع واوصل لمصدر رزق. جزاكم الله يا رب خيرا، وربنا يجازيكم كده الجنة يا رب ونعيمة. بصوا بقى، صحيت الصبح النهاردة قلت ايه، انا عايزة اعمل نوع من انواع الفطير كده. يعني الفطير ده اساسا مشهورة بيه بلدنا جدا، فانا بحب اعمله على طول لاولادي، بقالي فتره كتيره قوي ما عملتوش. فقلت بقى النهارده اتشجع كده واقوم اعمل لهم حبه فطير حلوين كده، يفطروا بيهم مع كوبايه شاي، ويكونوا كمان يعني موجودين في البيت كده. وقت العصاري بقى عملت كوبايه شاي، كوبايه قهوه، تقدري ان انت تاخدي كده ايه واحده منها كده حلوه قوي. مقاديره سهله وبسيطه جدا، وطريقته اسهل من السهوله، ولا بيتعمل بخميرة ولا بيتعمل بحليب. كل ما في الموضوع هو الدقيق والسمنة والمية والجبنة أو السكر أو العجوة، الحشوة اللي انت هتحشي بيها نوع الفطير ده. تعالوا هقولكوا على كل تكاته وأسراره. الفيديو ده تقدري ان انت تعمليه في فرن الغاز أو في فرن البوتاجاز كمان. نزلت لكم فيديو قبل كده على فكرة، وانا بعمله في المطبخ في فرن البوتاجاز. هنزل لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. لو انت مش عندك الفرن ده وحابة تعملي في فرن البوتاجاز، هتستفيدي من الفيديو ده قوي. معايا 2 كيلو دقيق، وتقدري بقى لو انت حابة ان انت تعملي نص الكمية يعني كيلو دقيق، عادي خالص. ال2 كيلو دقيق عليهم انا حطيت 8 معالق سمنة كبيرة. بصوا بقى، سيبكم من ال8 معالق. هو معروفة ان الكيلو الدقيق مج سمنة ومعلقة، مج ومعلقة للكيلو الدقيق. ممكن تستبدلي المعلقة دي بمعلقة زيت، يبقى مج سمنة على معلقة زيت او معلقة سمنة، تمام. طيب انا هنا حطيت مسكت العلبة كده وحطيت بالمعلقة، لاني انا بعمل الفطير ده على طول. فانا يعني بصوا بالموايمة كده بعرف الدقيق بتاعي هيحتاج سمنة او لا. انما انتي عشان يطلع معاكي مظبوط، الكيلو دي عليه ربع كيلو سمنة، كوباية ومعلقة. خلاص، بتمسكي السمنة بقى وتبسي بيها الدقيق بايديكي كده، وتشربي الدقيق في السمنة كله، وهتعجني بميه. طب يا ميادة احنا موجود عندنا حليب وممكن نعجنه بالحليب. عايزه اقولك هو بالميه اجمل بكتير من الحليب، لان بالميه الفطيره بتطلع معاكي ناشفه زي البسكوته كده. انما الحليب بيطري العجينه، فالفطيره هتطلع معاكي طريه. فانت بقى زي ما بتحبي، عايزه الفطيره تكون ناشفه كده وزي البسكوته، هتعجني بميه. انما لو عايزاها طريه، يعني بصوا زي العيش كده تكون طريه، هتعمليها بحليب. وعادة بقى ما بتعجنيش، يعني عارفين بقى اللت وكده زي العيش، لا، انت بتلمي العجين بالميه زي ما شفتوني كده بنات، لحد لما هتلاقوا العجينه لفت معاكوا وخلاص واتشربت الميه، وبقت زي الكوره كده زي ما شفتوا. هتلاقوها هي لمت لوحديها. يعني هتشربي الدقيق بالميه، انما ما تعجنيش ابدا. طب ليه يا ميادة ما نعجنش؟ علشان العجين مش هيطلع الفطيره معاكم مورقه، فاحنا عايزينها تطلع محتفظه بالسمنه اللي احنا شربناها لها، وان هي تشرب الميه بالراحه كده عشان تطلع مورقه معانا. هبدأ هنا بقى اقطع واحشي في نفس الوقت، ولا هتسيبي العجينه بقى تخمر ولا ترتاح ولا اي حاجه، انت اشتغلي على طول.
هو الجو اليومين دول حلو اساسا، يعني انت مش هتحتاجي تسيبي العجينه ترتاح اصلا، لان هو الجو دافي ولسه يعني مفيش بروده. بالنسبه للحشوه بقى، بصي قدامك اختيارات. اجملهم الجبنه القريش، الجبنه الفلاحي اللي مشهوره بيها بلدنا. تزودي عليها ملح كده وتسيبيها تنشف خالص من ميتها، وتهرسيها بالشوكه وتحشي بيها الفطير ده. تقدري تستبدلي الجبنه بالسكر او بالعجوه. انا بحب بصراحه اعمله بالجبنه القريش، بس للاسف بقى اليوم ده ما كانش عندي جبنه قريش، بس كان عندي جبنه من اللي هي بتيجي من السوبر ماركت دي، اللي هي الجبنه القديمه، الجبنه اللي هي الاسطنبولي المالحه دي. فكل ما كانت الجبنه مالحه، كل ما ادتلك فطيره طعمها حلو، لان الفطير بيشرب الملح كده والجبنه بتسيح في قلب الفطيره، فبتديكي طعم حلو جدا. انما لو الجبنه مش فيها ملح، مش هتحس ان هي ليها طعم. خلاص. فهنا بقى بقطع كده، وبلف العجينة في ايديا، وبحط فيها معلقة الجبنة واقفلها. وحاولي ان انتي وانتي بتقفليها تكوني محافظة كده على شكلها وهي بتتقفل، عشان لما تيجي تبطيها ما تتفتحش معاكي. يلا بقى يا ولاد كده كلنا نعمل ايه دلوقتي؟ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبي الله لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ونحاول بقى ان احنا نكرر الذكر ده كده واحنا بنشتغل في بيتنا، واحنا ماشيين رايحين مشوار، واحنا بنعمل اي حاجة. دايما خلوا كده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ملازم لسانكم. ودايما كمان التوكل على الله، يعني التوكل على الله حسبه كده. يعني بصوا، بتتوكلي في جميع امورك الدنيوية على الله عز وجل. فحسبي الله لا اله الا انت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب اهدي ولادنا واحفظهم واسترها عليهم دنيا وآخرة واصلح حالهم يا رب. اللهم اهدي ولادنا واصلح لهم حالهم يا رب، وابعدهم عن أصدقاء السوء. ندعي لولادنا كتير قوي، هم فعلا محتاجين الدعوة الحلوة في الأيام الصعبة دي. ايام بقى عايزه اقول لكم يعني كلكم عارفين وكلكم شايفين الوضع حوالينا، وشايفين ان احنا مهما بنربي في بيوتنا ومهما بنوجه ومهما بندي تعليمات احنا اتربينا عليها من اهالينا، الا انهم يعني تأثير الشارع والصحبة آه، للأسف بقى أشد من تأثيرنا إحنا على ولادنا. فدايما كده يا رب ربنا ولادنا، يا رب عنا على تربيتهم، يا رب هديهم، يا رب اصلح حالهم وقت الآذان، بين الآذان والإقامة في سجودك ادعي لهم، هم محتاجين الدعوة دي فعلا. ربنا يهديهم جميعا يا رب. وفي الآخر كده هي الهداية من عند ربنا، والله العظيم الهداية من عند ربنا. بصوا يعني مهما نعمل ومهما نسوي هو من عند ربنا، فندعي كده ان ربنا يهديهم من عنده. بطيت بقى الفطير بتاعي القمر الحلو ده، وبدأت ان انا ادخله الفرن. طيب التسوية بتاعته، بتجيبي صينية تحطيها في الفرن والصينية دي لازم تكون سخنة جدا. لازم الفطير ده يدخل على صينية سخنة جدا عشان ما يلزقش معاكي. هتبدأي ان انت تسمي الله وتدخلي الفطائر بتاعتك على الصينية وهي سخنة، ويا دوبك 10 دقايق وتسحب الصينية دي وتقلبي الفطير الوجه التاني علشان يقب معاكي. خلاص. حتى لو لقيتي الفطير بيتنفخ كده وبيقب، لازم برضو تقلبيه الجهة التانية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطيتوا اللايك ولا لسه يا ولاد؟ حطوا اللايك يلا لأم كريم، وتنزلوا في التعليقات تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم الطيبة. تدعوا لي كده ربنا يفرج كربي، وربنا يرجع زوجي لولاده ولبيته على خير يا رب، ويفك كربه ويفك كرب كل المكروبين. اللهم آمين يا رب العالمين.
وما ننساش بقى يا بنات كده دعوة لأهل فلسطين لأخواتنا في فلسطين، ربنا يعينهم على ابتلائهم يا رب العالمين، وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان على وجه الأرض. والفطير بتاعي بقى بياخد ويدي بقى، والجبنة بتسيح جواه، وحاجة كده من الآخر ما أقولكمش. الجبنة بقى بصوا، يا سلام يا سلام على الجمال والطعامة. كمان أنا بحب اللي بالسكر قوي قوي قوي، واللي بالعجوة أجمل وأجمل، بس ما كانش عندي عجوة فأنا بعمل بالموجود. خلاص الموجود عندي جبنة والسكر وعملت بالجبنة والسكر، واللي يحب حاجة بقى ياخد منها. بس طبعا انا زي ما قلت لكم، بدخل الفطير الصينيه السخنه وبقلبه بعدها ب10 دقايق وبسيبه، بلاقيه هو اتنفخ لوحده، او لو الفطيره الجبنه فتحاها من جنب فهي مش هتتنفخ معاكي، بس بيبقى طعمها حلو برضو. وبس. واللي بتاخد لون بتطلعيها على طرف الصينيه من بره كده وتسيبيها تتحمص خالص وتشرب من النار خالص، مش تروحي تطلعي على طول، لا، عشان ما يبقاش عجينه من جوه. بتسيبيه كده على طرف الصينيه ياخد من صهد الفرن ويتحمص معاكي، وفي الاخر خالص بقى بتطلعيه كله مع بعضه. خلاص. انا بحب بصراحه احمصه كده وانشفه قوي قوي عشان يطلع معايا ناشف كده وزي البسكوت كده وطعمه حلو. الكمية اللي انا بطلع فيها دي بقالها يعني من اول ما بدأت، وهي انا حطاها كده خلاص ما شاء الله اتحمصت خالص ونشفت. هبدأ اطلع بقى كده عشان اخلي مكان في الصينية لباقي الفطير. بتمنى طبعا كلكم تجربوه بطريقتي كده، ان شاء الله هيعجبكم جدا. تقدري ان انت تعملي نص كيلو عشان ما تزهقيش من عمايله. لو انت اول مره بتعمليه يبقى نص كيلو دقيق كفايه قوي. نص كيلو دقيق عليه نص كوبايه سمنه. آم، وجربي كده في فرن البوتاجاز وان شاء الله النتيجه تعجبك جدا جدا جدا. طبعا انا بفضل لو انت بنوته صغيره وسنه اولى جواز كده، ان انت اي حاجه بتعمليها اعمليها بكميات بسيطه. اي حاجه بتعمليها تكون الكميه بسيطه عشان تكون الخساره قليله، لان عاده اول مره كده بتتعلمي فيها. فاول مره طلعت الحاجه مش حلوه، يعني ما تعمليش، لا اعملي مره واتنين وتلاته، وفي كل مره هتكتسبي خبره جديده. في كل مره هتشوفي ايه الغلط اللي انت عملتيه ومش هتكرريه تاني. العلام بفلوس مش ببلاش على فكرة. واحنا يعني ما اتولدناش كده بنعرف نعمل كل حاجة والكلام ده كله، لا احنا كنا برضو يعني ما بنعرفش نعمل حاجة خالص. كناش بنعرف نطبخ حبة الرز. ومع الأيام اتعلمنا ومع التكرار اتعلمنا. فكل حاجة بتيجي بالممارسة، اتعلمي واغلطي وبوظي، بس حاولي تبوظي بقى اللي خسر. احنا على ايامنا كانت الحاجة رخيصة وكان الخير كتير، انما انتوا على ايامكم ربنا يعينكم، ربنا يعينكم ويعينكم. يعني بصوا الشباب اللي لسه متجوزين قريب وتربية العيال بقى وما أدراكم، فربنا يعينهم ويرزقهم برزق أولادهم، اللهم أمين يا رب العالمين، ويعينهم على الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها. فانت تكوني ايه وانت بتعملي كده، تكوني حريصة بقى عشان تكوني قليلة الخسارة. خلاص. وانا بقى في الفقرة دي كانوا ولادي كانوا قاعدين جنبي، ولادي كانوا قاعدين جنبي وبيعملوا بقى كده زي ما كنا احنا بنعمل زمان يعني مع اهالينا. هاتلنا فطيرة سخنة يا ماما. طيب. فين اللي بالجبنة، فين اللي بالسكر، لا عايزين بالجبنة، لا عايزين بالسكر. وانا بقى يعني للاسف كان على ايام امي كانت بتعمل في الفرن الحطب، فكانت تجيب الشوكة، او حتة الخشبة من الجريد اللي هي بتولع به الفرن او بتحمي به الفرن الحطب، وكانت تحطها في قلب الفطيرة وتدهنا بقى عشان الفطيرة كانت بتكون سخنة، فهي تحط الخشبة كده في قلب الفطيرة واحنا نمسك الخشبة كده وناكل. فاقول لهم بقى روح هاتوا شوكة، روح هاتوا معلقة، علشان يعني اقلد بقى بدل الخشبة تبقى شوكة او معلقة. بصوا بقى منظر الفطير عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. يعني انا لو طلت دلوقتي
ادي امدلكوا كده كل واحده فيكم بتشاهد واحده، والله ما اتاخر. فانتوا اتفضلوا بقى، يعني اتفضلوا معايا. طبعا هتنزلوا في التعليقات دلوقتي بقى تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو النهارده، وتسندوني يا بنات بالله عليكم. اللي هتكتب تعليق زوديه كده 2 و3 و4. عايزه اكبر نسبه تعليقات للفيديو واكبر نسبه لايكات، خلاص، عشان الفيديو بتاعي يترفع. ولو انت ما عملتيش متابعه للصفحه تضغطي على كلمه متابعه اللي مكتوبه باللون الازرق اهي فوق، لو انت بتتابعيني على الفيسبوك. لو انت بتتابعيني بقى على صفحه اليوتيوب، فمحلاها صفحه اليوتيوب بتاعتي بقى يوميات ميادة حمزه، هتعملي لي اشتراك وتضغطي على كلمة الجرس وتفعليه على الكل عشان يوصلك كل جديد من يومياتي. كمان تنزلي بقى في الفيديوهات اللي انا بنزلها بقالي فترة، انا بقالي 3 سنين شغالة على اليوتيوب، فعندك فيديوهات كتيرة جدا على صفحتي على اليوتيوب. ادخلي كده وشاهديها واعملي الواجب معايا بقى، واللايكات بقى والتعليقات بتاعتكم الحلوة يا قمر انت وهي. وده الفطير الأمور بتاعي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا منه. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله، مع السلامة.